جوزي بيصورني أثناء العلاقة وبيطلب مني إن أعمل، ولما رفضت عمل فيا أبشع حاجة ممكن تتخيلوها، وبجد مش هتتخيلوا عمل فيا إيه. أنا بجد حاسة إن أنا في كارثة ومصيبة وكابوس مش قادرة أفوق منه. اسمعوا مشكلتي للنهاية وتقولوا لي أتصرف إزاي، وتعالى أحكي لكم على اللي حصل. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كلنا في التعليقات، وما تنساش تحط اللايك بتاعك الجميل. أنا عندي 25 سنة، متجوزة عن حب. كان بيتقدم لي عرسان كتير جدا، لكن كنت دايما برفض لاني كنت متعلقة بواحد هو ظروفه كانت صعبة حبتين، وكل شوية اقول له يا ابني اهلي قرفوني في حتة العرسان اللي انا عمالة ارفضها عمال على بطال دي. الصراحة هم عرسان ما يترفضوش، وهم متضايقين مني ومستغربين رفضي. كان يقول لي والله عاجبينك اتجوزي حد فيهم. كنت اقول له يا سلام وعادي يعني بالنسبة لك. كان يقول لي اصل انا بقى عرفت من اسطوانة البنات بتاعتك دي خلاص بقى مفيش غيرها، حاولي تغيريها. كنت اقول له ماشي، لدرجة ان حصل ما بيننا تجاوزات، واضطريت ساعتها ان اروح واقول لماما، وماما لما عرفت ضربتني ضرب كنت هموت في ايديها. وساعتها راحت اتكلمت مع والدي وقالت له ان احنا نوافق على الواد ده ونتهاون شوية في الطلبات. وفعلا جه وحط رجل على رجل وتهاونا في طلبات كتير جدا ما ينفعش ان احنا نتهاون فيها. وكانت ماما كل شوية تبصلي وتقولي الله يسامحك يا بنتي، رخصتي نفسك ورخصتينا معاكي، حرام عليكي حرمتيني من الفرحة. لكن انا ما كانش هاممني كل كلامها ده، المهم ان ابقى معاه. وحددنا كل حاجة واتجوزنا، وكانت الدنيا يعتبر مستقرة اول الجواز. لكن كنت بلاحظ في جوزي حاجة غريبة جدا أثناء العلاقة. كان دايما يقعد يصورني، كنت استغربه قوي ويقول لي ما تقلقيش أنا مش جايب وشك. كنت أقول له وأنت بتحب يعني تصور ليه كده؟ كان يقول لي هو مزاجي كده. طبعا كنت خايف لكن كنت واثقة فيه. لكن كنت أقول له افرض بقى موبايلك ده اتسرق ولا حد من صحابك مسكه، عادي بالنسبة لك؟ كان يقول لي وفيها ايه يعني، هو وشك فيه؟ اقول له وشي فيه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ما عندكش نخوة ولا رجولة؟ كان يضربني ويهني ويقول لي ما تتدخليش في حاجة ما تخصكيش. وكان يقول لي كل يوم انا نازل الشغل. كان بيشتغل في اي حتة وفي اي مكان، ما كنتش اعرف طبيعة شغله دي ايه ولا فين ولا عبارة عن ايه. ايام يجيلي بفلوس كتيرة قوي، وايام يفضل قاعد كده زي قرد قطع، يقعد يباليني في الراحة وفي الجاية. وفي يوم كان نايم وموبايله فضل يبعت رسائل كتيرة قوي. كنت في مرة كده لمحته وهو بيكتب الباسورد بتاع الموبايل. الصراحة الفضول قتلني وقلت يا ترى مين اللي بيبعت الرسائل دي كلها؟ اكيد واحدة. فمسكت الموبايل وفتحته، وبعدين فتحت الرسالة لقيتها من واحد صاحبه بيقول له في زبون هيشتري الصور والفيديوهات اللي معاك، فينك كده؟ وكل شوية يبعت ويقول له انت يا ابني رد عليا، الراجل مستعجل. استغربت وقلت يا ترى صور وفيديوهات ايه؟ طلعت شوية كده لفوق بالمحادثة، لقيت الفيديوهات والصور بتاعتي اللي بيصورها ليا. انا ساعتها كنت هموت من الصدمة ومش مصدقة. انا جوزي كده الانسان اللي حبيته طلع بالطريقة دي؟ المهم عملت الرسالة اكني محدش شافها وقفلت الموبايل. وهو لما صحي ما ركزش ان انا فتحت الرسائل، واتصل بيه وقال له معلش انا كنت نايم، انت فين؟ هو الراجل ده وافق على السعر اللي انا قلتلك عليه؟ قال له وقفل وقال لي انا جايلك حالا، هروح بس مصلحة شغل كده وهاجي على طول. قلت له ماشي. وهو مشي من هنا وانا ما صدقت، انهارت من العياط، ما بقيتش عارفه اعمل ايه. للدرجه دي البني ادم اللي معايا ما عندوش لا دين ولا اخلاق، ده هيبقى اب لعيالي ازاي؟ انا ازاي عملت في نفسي كده وما مشيتش ورا اهلي؟ ده ذنب اهلي في اللي انا عملته فيهم. ده شخص مش امين خالص عليا وممكن يبيعني لاي حد علشان خاطر الفلوس. اعمل ايه يا ربي؟ انا خايفة اقول له يعمل فيا حاجة، وفي نفس الوقت انا مش عايزة اقعد على ذمته ثانية واحدة بعد ما عرفته على حقيقته. انا لو قلت ليه على اللي حصل ان انا اتطلق او ابعد عنه مش بعيد يعمل فيا حاجة. علشان كده بعتلكم مشكلتي علشان تساعدوني ابعد عن الشخص ده ازاي من غير ما يأذيني، لان انا خلاص
كرهته وكرهت العيشة معاه، مع اني لسه متجوزة ما بقاليش 4 شهور، وبحمد ربنا ان ما حصلش حمل، ومش عايزة افضل على ذمته لا يحصل حمل، لان ده ما ينفعش يكون اب العيال، وانا ما ينفعش اكون زوجة ليه، لانه غير امين بالمرة. وبعتلكم مشكلتي علشان تساعدوني وتشوفوا لي حل. خلصت مشكلتنا، ما تنسوش ردوك على صاحبة المشكلة في الكومنت، واشوفكم على خير. باي باي.